يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. في يوم من الأيام كان فيه ولد اسمه مازن، خرج مع عيلته في رحلة بحرية، لكن فجأة الجو اتغير والمركب هزته موجة قوية، ومازن لقى نفسه على جزيرة غريبة، جزيرة شكلها عجيب، مليانة أشجار ملونة وأصوات غريبة جاية من كل ناحية. مازن مشي وهو خايف شوية، لكن فجأة سمع صوت بيقول: أهلا يا مازن، ما تخافش، أنا الجزيرة اللي بتتكلم. اتخض مازن وقال: إيه ده؟ إزاي جزيرة بتتكلم؟ الجزيرة ردت: أنا مش أي جزيرة، أنا هنا عشان أديك أسرار الحكمة. ابتسم مازن وقال: يعني إيه أسرار الحكمة؟ قالت الجزيرة: كل مرة تسألني سؤال بصدق هقولك حكمة تفيدك في حياتك. فكر مازن وسأل: ليه ساعات بحس إني عاوز الحاجة بسرعة، مش قادر أستنى؟ الجزيرة ردت: لأن الصبر يا مازن زي المفتاح اللي يستنى يفتح أبواب الخير، واللي يستعجل ممكن يلاقي نفسه غلط. وبعدين سألها: ولو حد كذب ممكن يعدي الموضوع؟ قالت الجزيرة: الكذب زي حجر صغير في البحر، أول ما يقع يعمل دايرة صغيرة، لكن الدايرة تكبر وتكبر وتوصل لكل الناس. مازن فضل يسمع نصائح الجزيرة، وكل كلمة كانت تنور قلبه أكتر. وفي الآخر رجع المركب لقى مازن وقالوله: إزاي فضلت لوحدك من غير ما تخاف؟ ابتسم مازن وقال: أنا اتعلمت إن الحكمة موجودة حوالينا لو فتحنا ودنا وقلوبنا. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة وتعرفوا الحكم التانية اللي الجزيرة قالتها لمازن. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.